طب عايزه اروح للشيخ، يعني حضرتك طرحت كلام مهم جدا استاذ ابو العز، وعايزه اتكلم في الجزئيه الخاصه بالاحتقان اللي موجود بالفعل. استاذ ابو العز قال لك يعني يعود حتى عام 79. عايز اعرف الشيخ مظهر صحيح اسباب الاحتقان ده ايه، وازاي نقدر ان احنا نخلخل هذا الموروث وهذه المعتقدات داخل الانسان المصري؟ محتاجين وقت قد ايه ومحتاجين نعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في احتقان، مش لازم نهرب من الحقيقه ونعالج والجرح مفتوح والدنيا زي ما هي مولعه كده نقعد نطبطب على بعض، وبرضه تولع بعد شهرين نطبطب على بعض، وتولع بعد سنه نطبطب على بعض، والاذى موجوده. بس احنا يعني عاوزين نحط كل حاجه برضه في مكانها الصحيح بالظبط. يعني هل الاحتقان بين كل المسلمين وكل المسيحيين؟ من وجهه نظري انا، وانا بتكلم كل الكلام ده النهارده من وجهه نظري انا، الاجابه لا. في احتقان من بعض الطوائف هنا ومن بعض الطوائف هنا. ناس بتتكلم هنا بيعبر او بينسب لهم الاعلام او الصحافه او ان دول المسلمين اللي بيعبروا عن الاسلام او عن الجماعه السلفيه او خلافهم، بيتكلموا كلام غلط انا شخصيا مش موافق عليه، وانا رجل داعيه اسلامي. ناس بتتكلم برضه في الجانب الاخر مع ان اخوه المسيحيين بيتكلموا كلام برضه بيحسب على الكنيسه وبيحسب على الاخوه المسيحيين كلهم وهو كلام غلط. زي مثلا الحادثه اللي احنا فيها دلوقتي، التصريح الاخ السلفي اللي بيقول على نفسه ان هو سلفي واللي اشار ليه الاستاذ ابو العز الحريري، تصريح بان احنا يلا ما نبقاش رجاله لو ما رحناش ولعنا في الكنائس. انا بقول لاخواننا المسلمين، لو التصريح ده صدر من واحد مسيحي بيقول ما نبقاش رجاله لو ما ولعناش في المساجد، كان يبقى رد فعلنا احنا ايه كمسلمين؟ كان يبقى رد فعلنا طبعا كارثه كبيره جدا. نفس المشكله لازم نبص لها بنفس المنطوق او بنفس العقلانيه. اللي قال الكلام ده احنا مش معاه خالص، لكن هل هو يعبر عن كل الاسلاميين او كل السلفيين في مصر؟ الاجابه لا برضه. لان انا بعد دراسه هل هو وانا اشتغلت معبر عن التحرير بس لما خلص كلام عشان ما توش الفكره من دماغي. بس انا عايزك تكمل عليها. ما انا هسمع لحضرتك. انا بعد ما قعدت في القنوات الفضائيه كتير واشتغلت هنا واشتغلت في الاعداد في القناه الفضائيه وكنت مدير قناه فضائيه دينيه في وقت من الاوقات، وصلت الآن إلى أن السلفيين في مصر يبدو أن هم فريقين. فريق بيمثله الشيخ محمد حسان ومن وراءه الشيخ سعد عرفات والشيخ، الفريق المتعقل اللي بيسعى في الصلح وبيروح لأبصيح يصلح وبيروح هنا وبيتكلم الكلام اللي هو يهدي من روع المسيحيين وبيطفي النار إن صح التعبير. والفريق الثاني اللي أنا ما اعرفش، هو بيقول على نفسه سلفي لكن أنا ممكن ما اعرفوش وما همش رموز، وإن كان فيه رمز أو اتنين منهم ما همش اللي هيعبروا عن السلفية كلها. والحقيقة أنا ضد تصريحاتهم كلها. تصريحات هي تصريحات هدامة، تصريحات لا تبني، تصريحات، ولكن مش عاوزين نقول ان التصريحات دي هي تصريحات المسلمين او تعبر عن كل المسلمين اللي في مصر او عن كل السلفيين اللي في مصر. دي تصريحات تعبر عنهم شخصيا وليس عن، بدليل ان انا امبارح مثلا كنت انا والشيخ سعد عرفات في امبابة، والشيخ سعد عرفات محسوب على الجماعة السلفية، وقابلونا الإخوة في امبابة أحسن مقابلة، لدرجة إن إحنا كنا رايحين نصلح ونقعد مع قيادات مسيحية. الجماعة الشعبيين نفسهم، السكان نفسهم في امبابة حجزونا وقعدوا معانا يتكلموا 3 ساعات أو 4 ساعات نتكلم فيه إحنا مصريين وإن إحنا بنحب بعض وما إلى ذلك، وهو راجل سلفي. والشيخ محمد حسان ساهم في صلح في أطفيح وفي المسألة في النجعة حمادي وهو راجل سلفي. يبقى مش عاوزين نقول الدعوة السلفية، نقول بعض الأشخاص اللي بيسموا نفسهم سلفيين واللي إحنا الحقيقة مش موافقين على تصريحاتهم. يبدو ان مسألة اسلام اخت من الاخوات واشهار اسلامها ثم انها يدعى انها محجوزة في الكنيسة، يبدو ان المسألة دي هي نقطة ضعف في المجتمع المصري دلوقتي، نقطة ضعف، واعداء الدولة واعداء الوطن او اعدائنا ككل شايفين انها نقطة ضعف فعالة جدا. سهل قوي اجيب واحدة تكون اشهرت اسلامها من 2-3 اقول لها اعملي حركة، ولا اقول لواحد ادعي انها مراتك او بتحب واحد يعني، فاستغلها انها تروح انها تولع في المجتمع. حضرتك شايف انه القصة دي يعني مختلقة فضيلة الشيخ؟ انا شايف ان هي قصة غير واقعية خالص، لان هم قالوا في الاخر انها مش متجوزها، ده هي لسه المحكمة ما حكمتش بانفصالها عن زوجها. متجوزها عرفي. طب هو عرف اصلا؟ احنا مش معترفين بزواج العرفي اساسا يعني. المحكمة وطلبت الفسخ لانها غيرت ديانتها وحضرت جلسة في المحكمة من حوالي اسبوعين يعني، والجلسة مؤجلة. والجلسة أجلت. طيب يعني لسه ما اتطلقتش؟ يبقى ما اتطلقتش؟ لسه لم يفرق. ايوه ده موضوع يبقى ما تتجوزش. انا ادي حقائق الموضوع. ده اللي وصل يعني النقطة الأخيرة اللي اتكلم فيها اساتذتنا الكرام، ونقطة مهمة قوي.
انا النهارده واحده مسيحيه اعلنت اسلامها وقالوا ده محجوزه في الكنيسه، وجالي الامام عمر مكرم، جالي واحد يقول لي تعالى يا مولانا احنا الكنيسه بتاع قصر الدبار اللي وراك دي مثلا محجوز فيها واحده كانت اشارت اسلامها. ابلغ الجهات المعنيه. هل انا اروح بقى انا اروح لحد الكنيسه بصفه الشيخ مظهر امام الجامع؟ انا متخيل ان لما هروح واقول للي موجود جوه سواء كان السيس ولا انبا ولا قمص ولا غيره، انا جاي النهارده عشان اخد الاخت فلان اللي انتوا حابسينها، هيقول لي اتفضل يا مولانا نشرب شاي وهات يا ابن الشربات لمولانا الشيخ واتفضل يا مولانا اختك هات خدها واتكل على الله. انا ابقى انسان غير عاقل لما اعمل كده. ابقى انا انسان رايح وانا وانا ما كنتش عارف ان مشواري ده هيدمر البلد، يبقى انا انسان ما بفهمش حاجه. المفروض انا اروح للجهات المعنيه، ليا شيخ ازهر، ليا نيابه، ليا شرطه. ده نفس الكلام اللي قاله النهارده المهندس نجيب ساويرس، بروح للجهات المعنيه وببلغ وهي تاخد وهم يتصرفوا. لكن لو كل واحد راح الكنيسه يجيب واحده محجوزه وهم جم الجامعه خدوا واحده محجوزه يعني عن يبقى احنا كده بنسقط من هيبه الدوله. لان فين الدوله وكل واحد عمل نفسه نصب نفسه حكومه؟ كل شيخ النهارده نصب نفسه ولي امر وكل قسيس نصب نفسه ولي امر. ما ينفعش. طيب. لازم نعلن من هيبه الدوله وكل واحد يمشي في الطريق المستقيم. طب انا عايزه اروح